فيديو لأهم وآخر أخبار الكرة العالمية. يا ريت تعمل اكسبلورر وأنت بتتفرج على الفيديو. يلا بينا نبدأ. لجنة المراقبين الفنيين تختار اللاعب كفاراتسخيليا لاعب نادي نابولي كأفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. أيضا لجنة المراقبين الفنيين تختار رودري لاعب نادي مانشستر سيتي كأفضل لاعب في دوري الأبطال هذا الموسم. لجنة المراقبين الفنيين أيضا بتختار فريق الموسم في دوري الأبطال. تعالوا نتعرف عليه. حراسة المرمى كورتوا، وولكر وروبن دياز، باستوني ودي ماركو. في وسط الملعب ستونز، كيفن دي برويني، رودري، فيني جونيور وهالاند وبرناردو سيلفا. غياب كيفن دي برويني عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة اللي لحقت به في مباراة أمس في نهائي دوري أبطال أوروبا ما بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان. نادي الأهلي السعودي يضع هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا ونادي توتنهام الإنجليزي على رأس أولوياته، والمفاوضات تسير بقوة جدا من أجل الحصول على خدمات اللاعب والانضمام لدوري روشن السعودي. المفاجأة الكبرى، نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع النجم البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان نيمار. هيقدم عرض لنيمار مقابل 200 مليون يورو لصالح نيمار، وايضا هيقدم عرض رسمي لنادي باريس سان جيرمان من اجل التعاقد مع نيمار 45 مليون يورو. ارقام قويه جدا، ارقام فلكيه كبيره جدا. رغم العروض الكتيره اللي من الدوري السعودي، زاها وباريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع زاها في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. زاها عنده أولوية إنه يفضل يستمر في أوروبا قبل التفكير في الانتقال إلى السعودية، وأعتقد عرض باريس سان جيرمان هيبقى عرض مغري جدا لويلفريد زاها أحد نجوم الدوري الإنجليزي في الفترات الأخيرة. نادي توتنهام الإنجليزي قريب جدا من التعاقد مع حارس برينتفورد رايا. برينتفورد طالب 40 مليون، توتنهام شايف إن المبلغ كبير جدا، في مفاوضات لتقليل هذا الرقم، ولكن الشروط والاتفاقات بين رايا وبين توتنهام خلصت والدنيا تمام، فاضل الاتفاق بين الناديين. مانشستر يونايتد ايضا يرغبون في ضم حارس مرمى نادي ايفرتون بيكفورد. طبعا عارفين ديخيا بنسبه كبيره ممكن ما يكملش في مانشستر الفترات القادمه. بيكفورد حارس مرمى نادي ايفرتون على رادار ايضا نادي مانشستر يونايتد. اللاعب الارجنتيني الفاريز ولاعب مانشستر سيتي عنده احصائيه اسطوريه. تخيلوا الفاريز عنده 23 سنه ويقدر يعتزل كره القدم وهو مرتاح البال ومرتاح الضمير. تعالوا نشوف كده الاحصائيه بتاعته. الراجل ده يا جماعه في سن ال 23 سنه كسبان كاس العالم، الليبرتادورس، كوبا امريكا، الفيناليسما، الدوري الارجنتيني، الدوري الانجليزي، كاس الاتحاد، ودوري ابطال اوروبا. قفل الشغلانه في سنتين ثلاثه وريح دماغه. خد كل حاجه. الفتره الجايه بقى هيلعب للمتعه، هيلعب من اجل السكسي فوتبول. حاجه رائعه جدا. الفاريز ما شاء الله واحد من المهاجمين التقال جدا. لولا وجود هالاند كان خد فرص كتيره جدا، ولكن لو لعب وخد فرص هيسكت ناس كتير وهيقعد ناس كتير. اتقل فيرود في العالم حاليا هو الفاريز. شكرا.